أهلا بيكم في اليوم المميز يوم بوابة برج الأسد. بوابة برج الأسد بتبتدي من يوم 26/7 لحد يوم 12/8، واليوم الافتتاح بتاعها هو يوم 8/8. طيب، ليه اتسمت بوابة برج الأسد؟ لأن الشمس بتلتقي فيها مع برج الأسد وبيكون فيها طاقة نارية قوية جدا، وبيظهر نجم سيروس في السماء وبيكون الأقرب للأرض. احنا عارفين ان رقم 8 هو رقم او علامة الانفينيتي اللي هي اللانهائية، وبيرمز للثروة والمال اللامحدودين، وبيرمز للتوازن بين العالم المادي والعالم الروحاني. واحنا المفروض نعمل ايه في اليوم دوت؟ المفروض انه احنا هنكتب فيه ورقة الامنيات بتاعتنا. ممكن نكتبها الساعة 8 اما الصبح او الساعة 8 مساء. تمام. وطبعا نجذب الأول بالقلب بتاعنا، بقلبنا طبعا الأول، وبعد كده بنكتب ورقة الأمنيات. أول حاجة هنجيب ورقة لونها أبيض أو ورقة لونها أخضر، وهنرسم عليها علامة الإنفينيتي اللي هي طبعا كلنا عارفين علامة الإنفينيتي اللي هي بالأصل أصلا رقم 8. وهنكتب من فوق كده على الورقة 8/8، وهنمشي كده على الأحرف بتاعة علامة الانفينيتي. هنكتب أهم حاجات احنا طبعا عايزينها من فوق. احنا عايزين ايه أهم من الصحة والحب والمال والسلام؟ صحة، حب، مال، سلام. طيب، ومن جوه بقى فيها هنكتب من جهة اليمين، هنكتب الاسم بتاعنا بخط كبير وتاريخ الميلاد. ومن جهة اليسار هنكتب فيها الأمنيات بتاعتنا، هنكتب 8 أمنيات بصيغة الحاضر. يعني الحمد لله أنا بشعر بوفرة مالية، الحمد لله أنا بسافر كتير، الحمد لله أنا مع شريك حياة مناسب، الحمد لله أنا عريس وسعيد في حياتي الزوجية. يعني هنكتب الأمنيات بتاعنا بصيغة الحاضر. وممكن نضيف عليها إنه ممكن نحط ورقة لونها أخضر من ورق الزرع أو النبات عموما. يعني بنفعل اللون الأخضر. وممكن كمان لو احنا حبينا نحط 8 شمعات هنا هوت لإدخال طاقة النور للأمنيات بتاعتنا. وبعد لما نخلص ورقة الأمنيات بعد كده هنطويها. وهنكتب عليها 8/8 وهنحتفظ بيها. وإن شاء الله يومكم سعيد.